سلسلة الحشو، وبعدين هدخل في السلسلة اللي بعديها اعمل غرزة حشو، وهكمل. انا معايا 10 غرز اشتغلت. هشتغل 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5. احنا هنقسمهم لاتنين، يعني نص الغرز هشتغلها حشو، والنص التاني بقى هشتغل بدايته نص عمود. في الغرزة رقم 6 هدخل اشتغل نص عمود، وبعدين هكمل ال4 سلاسل عمود بلف. هدخل كده اسحب الخيط، الف الخيط على الابرة وادخل اسحب الخيط. معايا 3 حلقات، هخرج من 2 في 2. تاني هلف الخيط على الابرة وادخل اهو، ده عمود بلف. هعمل 4 عمود بلفة، 3 وهدخل في الغرزة رقم 4 اعمل عمود بلف. انا في الغرزة دي هعمل فيها تزايد، فكمان مع العمود بلفة اللي انا عملته ده هعمل 5، يعني هيبقى اجمالي 6 عمود بلفة. فانا عملت 1، هدخل في نفس المكان اعمل كمان 5 عمود بلفة. بعد ما عملت 5 عمود بلفة هبتدي اشتغل زي ما اشتغلت الناحية دي، اشتغل الجهة المقابلة بالظبط. فالف الخيط على الابرة وهدخل اعمل في اول عمود عمود بلفة، والتاني كده تاني عمود، تالت عمود بلفة، وبعدين هيقابلني النص عمود هدخل اشتغل فيه نص عمود، وبعدين 5 غرز حشو هدخل اشتغل 4 غرز حشو، 1 2